خبيزة جاتو سهلة، لا تتكلف فلوس ولا وقت. باش نقولك المبتدئ اللي مش مال في يعمل خبيزة جاتو ولا يخاف لا ما تنجحش معاه، نقولك الوصفة هذه والخبزة هذه تنجح معاك 1000%. الحاصل حط قهوة وتبع الفيديو ومن بعد قوم جربها. قبل كل شيء نسلم عليكم ونقولكم على سلامتكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير ونعمة وانتم تتفرجوا في الفيديو. شوفوا كجينواز، الله الله نودكم ولا نشهيكم، ان شاء الله ايامكم الكل يحلو وورد وفل وياسمين. هيك هو اول ما بديت الجاتو عملت لك كريم باتيسير. انا ما عملتهاش يعني وحدي كلي بالعظام ونشا والسكر، ليه شريت ساشيات خاطر مزروبه وحبيت نربح الوقت باش ما نستناش حتى تبرد لي. اما انت كنت تحب تعملها وحدك، خذ نصيفة حليب عليه 3 فصوص عظام اصفر عظمه يعني، وتاخذ عليه 3 مغارف نشا والسكر. انا نحط 3، اما انت تحط حسب الذوق متاعك، يعني تحب تحط اقل ولا اكثر. انا حطيت على 2 ساشيات في بلاصه نحط إيترا حليب، حطيت إيترا غير باع وبديت ندور خاطر حاجتي بالقوام يكون يابس. نحب كي باش نزيد عليها الزبده نحبها تبدا لي يابسه مع عاقده، يعني الكريمه ما تبديش مرخوفه. هيك هو وقعدت ندور حتى للي نحسها وصلت للقوام اللي انا حاجتي بيه. وكما تعرفوا في راس عام ولا في عيد ميلاد الكلنا الميمات الكل نحبوا يعني هكا نود وليداتنا بحويجه معموله في الدار ولا بحويجه حلوه. وبنشوف توا قديش تتكلف كي باش تشريها خبزه جاتو ما فيها شيرة، سبحان الله. ولا حتى كي تتفرج هكا هاو ما 250 جرام فستق، هيك هاو يا خويا 250 جرام فستق يتكلفوا 25,000. يعني ديجا الفستق يتكلف 25,000. انا استعملت الفستق 50 جرام فقط. هذه هي اللي خبزة الجاتو الكلي ب50 جرام، اقل شويه من 50 جرام فستق. توا دورت هكا خدمتها بالكدا الكريم باتيسير، ظهر لي الريسيبيون ظهر لي صغير، بدلته. حطيت هيك الزبده اللي انا حاجتي بيها، خذيت 180 جرام 150 جرام خلطتهم مع الكريم باتيسير، و30 جرام خليتهم باش نخلط بيهم الشوكولاته. توا خذيت الشوكولاته البودر كيما شوكولين هكا، وحطيت من الاول حطيت 3 مغارف ومن بعد زدت 2 مغارف اخرين. شوف جات بن فيها نودكم ولا نشهيكم، ريتوها. توا حتى لتوا مش صعيبه العمليه. اول ما تبدا تعمل خبز الجاتو ابدا بالكريمه، هذه هي اللي تتشد اكثر وقت باش تبرد وباش تخدمها بالكدا. ابدا بالكريمه خاطر الجينواز راهي هذه اسهل حاجه الجينواز. اما كي تبدا عندك وقت اكثر تحب كيما نقولوا تحضر الجينواز نتاعك قبل بليله، تحضر الكريمه نتاعك قبل بليله، ومن غدوه تعمل المونتاج تكون خير على خير. اما كي تبدا زاده مزروبه وتعملها بالطريقه هذه زاده ما شاء الله تنجح لك بالكدا. خديت الفيلم اليمونتير وغطيت الوجه نتاع هيك الكريمه بالكدا باش تبدا لي رطبه وما تشيحش بالفوق. غطيتها المره الاولى، قربت لها هيك الفيلم اليمونتير، ومن بعد غطيت الكل بالكدا وحطيتها في الفريجيدير. ما حطيتهاش في الكونجيلاتور، علاش؟ على خاطرش هي ديجا بارده ما تستحقش السخانه، يعني ما تستحقش الكونجيلاتور برشا. هيك هو هذه يا ريت الوراق هذوما اللي عندي. سالت الشيفه الكوجينيه بتاعنا قلت لها اعطيني وصفه الجينواز نحبها ناجحه من اول مره، كتبتها لي بخط يدها. اخذيت 6 عظمات، 150 جرام فارينه، 100 جرام سكر، السكر يقعد حسب الذوق، شويه قارص تنقول لكم علاش،
وطريف ملح. اول ما خذيت هيك 6 عظمات وحطيت معاهم شويه ملح، وحطيت ندور فيهم، حطيتهم بالضبط 6 دقائق وهما يدوروا في الروبو، حتى للي حسيت طلعت بديت تطلع هيك العظام ويتبدل لونها. ريتوها توا باش نبدا نزيد السكر، نزيدو على 3 مراحل. المره الاولى زدت شويه وندور، وبعد نزيد شويه اخر السكر. الحاصل الكل حطيتها تدور 12 دقيقه. ريتوها 6 عظمات شويه ملح و100 غرام سكر. تو الدقيقه هذه هذا اللي انا عملته. وفتكم بالحديث عصرت معاهم عصيره قارص، هكا قطره قارص باش تنحي الزفاره متاع العظام، يعني تخلي لك القوام يبدا باهي وتتنحى مطعم ريحه هيك العظام. وحطيتها تدور وصلت كيما انا حبيت القوام اللي انا حاشي بيه. وكيما قالت لي الشيفه يلزمك تعمل بيك دوازو، هذاك ريتو كيما مقار العصفور. فوالا توا خذيت الفرينه هيك 150 غرام وحطيت غربلتها، وبعد باش نبدا نخلط من اللوطه الفوق. فوالا من اللوطه ونطلع الفوق، ونخاف ويعني نستحفظ عليها باش ما نطيحش هيك البات هذيك، نخليها منفجه كيما قاعدين نشوفوا. لحد الان سهله. ريتو انا تبعت اللي قالت لي عليه الشيفه الكوجينيه متاعنا، ما شاء الله عليها. صدقوني توا نعمل لكم بوش دو نويل كيما لهنا يسميوهم بوش متاع نويل. انا تو نعملها لكم على طريقتي وبالجينواز هذه، ونخليكم صدقوني ما فماش ما ابن منها الجينواز هذه، وتنجم تعمل بها كل شيء. هيك هاو خذيت البلاتو متاعي، حطيت بليتو بالماء شويه وحطيت عليه ورق الزبده هذيك، ومن بعد فرشت هيك الجينواز بالكدا. ريتوا بسباتول يعني هكا ولا اللي عندك، ونبدا ندس فيه ونرتب فيه باش تكون الكل مستويه وما تجيش بلاصه عاليه وبلاصه واطيه. وانا ديجا حتى مسخنه الفور متاعي على 170 درجه، عندي كيما نقولوا 10 دقائق خليته يسخن على 170 درجه، وهي راهي ما تشدش وقت 15 دقيقه وكانت طايبه الجينواز متاعي. في ساعه ما تحضر يعني. شوفوا كزين جات تهبل خفيفه. توا كي خرجتها من الفور لا نمسها ولا حد شيء، خليتها تبرد شويه تهجع، وبعد باش نبدا نقلعها يعني من الكلكاغة كيما قاعدين نشوفوا. هي في ساعه ما تتقلع يعني، وكانوا ما تخافش زاده من الحراف، خاطر كان تحب يعني انت باش ترتبهم ولا تعملها كاري ولا تحبها مدوره كيما عملتها انا. الحراف هيكم راهم ما يضروش، كان تفترشوا تقصهم وكهو وتحطهم تعمل بيهم حتى دي فيغين يعني ما يضروش. هيك هاو شفتوا كل جينواز كي جات عسل، جات روعه. واستعملت كي كل ام في الدار. عندي لومبورت بياس، مي انا حطيت صحيفه، مش الناس الكل عندهم لومبورت بياس وعندهم هذه، حطيت صحيفه كيف الناس الكل وقصيت عليها الدواور اللي انا حاجتي بيهم. ريتوا ماشي يعني لا كلفت روحي ولا حتى شيء، خاطر مش الناس الكل كما قلت لكم عندنا الماتريال متاع الجاتوات نعملوا بالموجود يعني باللي عندنا. هيك هو تو الجينواز خرجت لي 3 طبقات، زوز صحاح وزوز انا خذيتهم من الاطراف باش تجيني باش عملت يعني الطاق الثالث. فوالا توا خرجت هيك الكريمه اللي عملتها، الكريمه باتيسيير من الفريجيدير، وحطيت
عليها شوية آخر سبقت المراحل، شوية آخر شوكولاتة، باش حبيت اللون متاعها لونها غامق، وانت تختار اللون اللي انت حاجتك بيه. حبيت باش نوريكم الطبقات كي تبدا، يعني باش تراو الطبقات هكا وباش تراو كيفاش تبدا فريمون بيان. هيك هاو عندي لا بوشادوي هذيك، تنجم انت حتى عندك ساك متاع كونجيلاسيون ولا اي حاجه تحطها وتنقبها شويه وتدور بيها، تقضي زاده تقضي بالحاجه يعني. خذيت باكو شوكولاته كما قاعدين تشوفوا، وعليه هيك 30 جرام الزبده اللي فضلت لي، وقطيره انا عندي لا كريم فريش، ما انت تنجم تحط حتى قطيره حليب، ريتوها سهله، وحطيتها في الميكرووند. توا خذيت هيك هذايا هيك البلا هذاك اللي باش نحط عليه بريزونطوار، وهيك هو. وخذيت البوشادوي، اول حاجه عملتها خذيت شويه حليب وسقيت هيك الجينواز بشويه حليب باش تطرى. ما تحبش الحليب حط شويه جو، حط شويه كما نقولوا احنا السيرو، طيب شويه سكر وشويه ماء واعملهم كالسيرو وتنجم تسقي بيه. حطيت هيك الشوكولاته فوق منها شويه من هيك الفستق، ريتوها. ومن بعد زدت سقيت كل طبقه نعملها هكاك، نسقيها بالحليب بالكدا باش تجيني طريه وهشوشه. واحنا خاطر باش ناكلوها يعني في نهارها، اما كي تحب تخليها تصبر اكثر ما تحط لهاش حليب، حط لها السيرو ولا جو متاع برقدين ولا اللي تحب انت. كل طبقه هكاك نعمل لها شويه شوكولاته شويه فستق، ريتو وسهله. راو ولادي ياكلوا فيها وعجبتهم. انا راو نعمل جاتوات مش ما نعملش، مي تظن لي يعني كل مرة تنجح معاك العملية ومرة ما تنجحش. الحاصل انا من الناس اللي حتى كي تلاحظوا على القناة متاعي ما نعملش برشا جاتوات، اما كي نحب نعمل حاجة سهلة اللي ما تتكلفليش لا وقت ولا فلوس. هيك هاو كيما قاعدين تشوفوا زدت حطيت الحليب، وباش نكمل نزين الوجه متاع هيك الجاتو، وفضلت لي راي لا جاتني كيما الموس وشوكولا، هذاك حطيته في دي فيغين ما وريتوش خساره، وكليوه ولادي هكا مع عملته كيما الفيغين، واللي فضل من هيك الجينواز حطيته من اللوطه وحطيت فوق منه هيك الموس الشوكولا هيك لا كريم، ونودكم ولا نشهيكم. هيك الشوكولاته اللي انا ذوبتها حطيتها على الوجه، وطريفك البيستاش هكا زينته على جناب، وسهله وجات خفيفه، ونودكم ولا نشهيكم. واللي فضل من هيك البيستاش اللي انا على جناب رجعته للصحيفه ونستعمله مره جايه، ريتوها. فوالا اي انسان تنجح معاه راهو مش حاجه كبيره، صدقوني في سما حضرت لي والبنه وما تكلفتليش حتى شيء. شوية الفستق اللي أنا شريته، سينو الحليب موجود في كل دار، وشوية هيك الطابلية متاع الشوكولاتة كما قلت لكم، الفستق هيك شريته والشوكولاتة، سينو الباقي الكل في كل دار تلقى موجود الشيء. مصلي على النبي. هيك هاو شفتوا كالزين والعين وتتقص وتهبل، وعام في اكسيون يبيعوا مغارف شوكولاتة كيما هكاك حاضرين 90 سنتيم، يعني ما فماش حتى 1 اورو. ونودكم ولا نشهيكم. حاصل بنتي تاكل وتقول لي الله الله ابن خبزه جاتو. ان شاء الله الوصفه عجبتكم، ان شاء الله تجربوها، ونخليكم على خير في امان الله وحفظه. بسلامه.